موضوع شائك ومايك. يجي لك عيان يا دكتور يقول لك وانا سايق العربيه بنام على نفسي مره واحده، او عيان تاني يقول لك وانا قاعد وسط الناس وبتكلم ابص الاقي نفسي نمت على نفسي مره واحده. عيان بقى يقول لك يا دكتور انا طول الوقت عايز انام، حتى وانا في الشغل عاوز انام، او وانا قاعد وسط الناس كده حاسس ان انا عايز انام. غير عيان يجي لك يقول لك لا انا ممكن انام على نفسي مره واحده فجاه وانا قاعد، او زي ما قلنا وانا سايق العربيه. طيب هو ده تعب وارهاق ولا مرض خطير؟ اول حاجه لازم نعرف الفرق بين ان انا عايز انام او ان انا مرهق وتعبان. يعني عايز نعرف الفرق ما بين النوم والتعب. النوم الحقيقي يعني انت عندك رغبه قويه انك تنام، ولما تنام تصحى فايق ومرايق ومرتاح، دي معناها كده ان انا كنت عايز انام. اما التعب والارهاق بتحس بخمول او كسل، بس حتى لو دخلت نمت تصحى مش مرتاح، تصحى برضه تعبان. فكده عرفنا ان في فرق ما بين النوم ان انا عايز انام وان انا تعبان. لو انت بتنام فجأة وانت بتتفرج على التلفزيون او بتتكلم، ده ممكن يكون نوم مفرط حقيقي. في اسئله لازم نسالها للمريض اللي بيشتكي من موضوع النوم ده. اول حاجه بتنام، انت طبيعه نومك بتنام كام ساعه في اليوم؟ نوم متقطع ولا نوم عميق بتاخد راحتك في النوم ساعات نومك كلها على بعضها؟ طب في حد قال لك انك بتشخر جامد او نفسك بينقطع او بيوقف وانت نايم؟ طب انت شغلك شفتات ليليه بتشتغل بالليل اكتر ونومك مقلوب، بدل ما بتنام الصبح بتنام بالليل، او مواعيد نومك مش ثابته، يعني ممكن وقت تنام بالنهار، ممكن طبيعه شغلك تخليك مره تنام بالليل اكتر تنام وسط النهار اكتر. طب بتاخد اي ادويه، مهدئات، مضادات اكتئاب، ادويه حساسيه؟ طب لما تصحى تحس انك نمت كفايه ولا عايز تنام تاني؟ الاجابات دي بتساعدنا نعرف انه اتجاه اللي هنمشي فيه، وزي ما قلنا هل هو مرض نوم ولا هو تعب وارهاق عادي ولا هو النوم طبيعي مش مرض. مع الفحص بنبص على الوزن ومحيط الرقبه، لان عندنا السمنه بتزود خطر موضوع توقف النفس اثناء النوم ده. شكل الفك بتاعك والانف، لسانك لو كبير بيحصل انسداد او ضيق ممكن يقطع التنفس وانت نايم. الكشف الدقيق على الاعصاب والغدد، نستبعد في بعض مشاكل الغدد بتعمل خمول وكسل ونومان دايما، زي مثلا قصور الغده الدرقيه او نقص نشاط الغده الدرقيه. رابع حاجه، ايه بقى الاسباب المحتمله لفرط النوم ده او للنوم الكتير ده؟ بنقسمها 3 مجموعات. اول حاجه قله النوم او اضطراب الساعه البيولوجيه، يعني ببساطه جسمك مش مرتاح كفايه او نومك ملخبط بسبب طبيعه شغلك، شفتاتك، سفرك، وده عادي، يعني كده ده الطبيعي عند الناس كلها. في بقى اضطرابات نوم حقيقيه، اهمها اول حاجه اسمها توقف التنفس او انقطاع النفس اثناء النوم، ودي حاجه obstructive sleep apnea، وده توقف متكرر في النفس اثناء النوم بسبب انسداد مجرى الهواء العلوي في منطقه الانف او الحلق او سقف الحلق، بينقطع النفس تماما. ممكن الشخص وهو نايم بيحاول يتنفس لكن الهواء مش قادر يدخل كويس، وده بيحصل بسبب انسداد مؤقت في مجرى التنفس. ازاي بيحصل المرض ده؟ اثناء النوم العضلات اللي حوالين الحلق بتسترخي، لو الممر الهوائي بتاعك ضيق او ضعيف وعضلات الحلق مرخيه، بيحصل ان اللسان او سقف الحنك ممكن يقفل مجرى الهواء مؤقتا، بيتوقف النفس تماما لمده ثواني او لحد نص دقيقه. المخ يحس ان الاكسجين قل، جسمك يصحى او يفزع كده بشكل خفيف عشان ياخد نفس، وبعدين النوم يكمل تاني. ده ممكن يتكرر عشرات او مئات المرات في الليله الواحده.
تخيل في نومك نفسك بينقطع او اكسجينك بيتمنع كذا مره وانت نايم. نقص الاكسجين المتكرر ممكن يودي بحياتك لا قدر الله. في اعراض للمرضى دول بنعرفهم بيها برضه، بتلاقي شخيره عالي ومستمر. اكتر عرض شائع الشخير بصوت عالي، والتوقف الملحوظ للتنفس اثناء النوم. اللي نايم جنبك اللي بيلاحظ ويقول لنا ان فعلا يا دكتور نفسه بيتوقف اثناء النوم. انت بقى بالنسبه لك بتحس ان انت نومك متقطع او ما انتش مرتاح في النوم، انت كل شويه بتصحى ما انتش عارف ان انت بتصحى على هذا السبب. طبعا تلاقي عندك نعاس شديد بالنهار، ما انت ما نمتش كويس بالليل. صداع صباحي، تصحى من النوم تلاقي نفسك مصدع جامد. جفاف في الفم او الحلق، تحس ان بقك ناشف كده او ريقك ناشف. جفاف في الفم او الم في الحلق عند الاستيقاظ. قله التركيز والنرفزه، تلاقي نفسك مش مركز ومتنرفز على طول. ويحصل كمان ضعف في الذاكره. كل عوامل الخطر الناس اللي هم وزنهم زايد او عندهم سمنه. الرقبه السميكه، تبص تلاقي رقبته عريضه كده وقصيره، ده دليل على ضيق وقصر المجرى الهوائي. رجال اكتر عرضه من السيدات. التقدم في السن احد اكتر الاسباب. لو بتدخن دي من ضمن اهم الاسباب. انسداد الانف المزمن، فانت ليك بتعتمد على مجرى واحد للتنفس، انك بتتنفس من بقك بس، فلو حصل اي اختناق يحصل انسداد من الاثنين. او تضخم اللوزتين، في اطفال بيبقى عندهم اللوزتين كبار لدرجه ان هم بيقفلوا مجرى التنفس. التشخيص مع العيان بناخد التاريخ المرضي منه، بناخد التاريخ المرضي من حد من المحيطين بيه بياكد لنا ان في حاجات من اللي احنا قلنا عليها دي. بنعمل حاجه اسمها دراسه النوم، بوليسومنوجرافي. ده اختبار بيتعمل في معمل نوم خاص، بيراقب تنفسك، بيقيس لك الاكسجين ونبض القلب وحركه الجسم اثناء النوم، بيشوف كل التغيرات اللي بتحصل في جسمك اثناء النوم. العلاج بيعتمد على شده الحاله، يعني على قد ايه الحاله تخوف. ففي مجرد تغيرات في نمط الحياه. لو احنا قلنا السمنه هي السبب الاساسي، يبقى خساره الوزن، ان جسمك ينزل، هو ده الحل الاساسي بتاعك. تجنب شرب الكحولات والمهدئات. النوم على جنبك بدل ما تنام على ظهرك، بينقطع النفس اكتر اثناء النوم على الظهر. علاج انسداد الانف لو وجد، ما يبقاش احنا عندنا نقفل الاثنين مجرى التنفس. في جهاز بقى اللي هو جهاز السباب. ده جهاز بيضخ الاكسجين، بيضخ هواء مضغوط بخفه كده اثناء النوم، يعني يخليك تتنفس بالعافيه بالغصب عنك، ويفتح مجرى الهواء حتى لو هو قفل لوحده. بيفتح لك مجرى التنفس، وده من انجح العلاجات. لك ان انت حتى لو نفسك توقف، انه بيفتح لك ويدخل لك هواء لوحده. في اجهزه ثانيه بتساعد على تحريك الفك للامام عشان المجرى الهوائي يفضل مفتوح على طول. في علاجات جراحيه في الحالات الشديده، في سبب تشريحي واضح زي ما قلنا، لو في لوز كبيره، لو في لحميه، لو في اي انسداد، حاجه عامله انسداد انفي، لو في عيب خلقي في المنطقه بتاعه الحلق ديت. ان ترك المرض بدون علاج ممكن يؤدي الى المشاكل اللي ممكن يعملها مرض انقطاع النفس اثناء النوم ونقص الاكسجين المتكرر اثناء النوم. ممكن يرفع لنا ضغط الدم، بيعمل سبب رئيسي في امراض القلب والجلطات، بيعمل سكر من النوع الثاني، بيصيب المريض بالاكتئاب، ضعف التركيز، ممكن يعمل حوادث اثناء القياده لا قدر الله. نوع من انواع النوم اللي هي المرضيه اللي احنا قلنا عليها. في نوع تاني اسمه الناركوليبسي، اسمه مرض النرقله. ده مرض نادر شويه بس مهم جدا تعرفه. ايه الناركوليبسي؟ قال لك دي اضطراب في المخ بيأثر على تنظيم دورة النوم واليقظة. عندنا بتختل دورة النوم واليقظة، يعني المخ مش قادر يتحكم كويس في وقت النوم ولا وقت الصحوة. المخ مش عايز يميز، هو عايز يرتاح ولا عايز ينام ولا عايز يتني صاحي. فالعيان ممكن يحصل فجأة انه ينام حتى لو مخه مش عايز ينام. يعني مخك ما بيبقاش فاهم انت عايز تنام ولا مش عايز تنام، فممكن تنام فجأة وانت المفروض ان انت قاعد صاحي وفايق وما فيش اي مشكلة، بس هو ينيمك مرة واحدة.
والعكس بالعكس، ممكن تبقى عايز تنام وما تنامش. فاللي بيحصل تلاقي المريض ينام فجأة كده في أي وقت، حتى وهو بيتكلم أو بياكل، قاعد بيتكلم أو بياكل تبص تلاقيه ينام فجأة كده، يصحى بعد كده كأنه ما نامش. يعني أنت نمت أهو، تصحى كأنك ما نمتش، ولا تصحى فايق ولا أي حاجة. والعيان دوت بعد ما ينام الشوية دول يقعد دقايق كده ويرجع ينعس تاني وينام. أعراض مرض النرقلة ده أو الناركوليبسي هي قلنا نوبات نوم مفاجئة بتحصل من غير أي إنذار. ممكن المريض ينام في نص الكلام أو الشغل، يبقى قاعد بيتكلم أو بياكل ينام. فقدان التوتر العضلي وارتخاء عضلات الجسم كاتابلكسي. بيحصل إيه؟ الجسم فجأة يضعف ويرتخي ويسيب من بعضه كده. تاني حاجة عندنا في أعراض الناركوليبسي فقدان التوتر العضلي وارتخاء عضلات، وده بنسميها كاتابلكسي. يعني الجسم فجأة يضعف ويرتخي كده ويقع لما يضحك أو يتفاجئ، بس الوعي بيبقى سليم. هو لما ضحك جامد جسمه فك من بعضه ووقع كأنه هينام كده، بس بيبقى مصحصح وفايق. وده عرض مميز للنرقلة. بيحصل له هلاوس بقى في الشوية اللي بينامهم دول. المريض بيشوف أو يسمع هلاوس غريبة وهو نايم أو هو لسه صاحي، بيحس إن في هلاوس كده بسبب إن هو دخل في مرحلة الأحلام بدري. هو دخلت في مرحلة النوم غصب عنك، دخلت في مرحلة الأحلام بدري. ممكن يحصل شلل النوم، دي حاجة اسمها سليب باراليسيس. يصحى وهو مش قادر يتحرك بقى، جسمه كأنه مشلول ثانية كده. وده طبعا بيخض العيان جدا، بس مش خطر. النوم بتاعه بيبقى متقطع بالليل رغم انه بينام كتير. نومه بالليل مش منتظم، بيحصل بسبب نقص مادة اسمها الهايبوكريتين. نقص الهايبوكريتين ده في المخ ممكن يعمل زي ما قلنا الخلل العضلي ده. الهايبوكريتين دي المادة المسؤولة عن تنظيم النوم واليقظة، والخلل فيها بيعمل خلل في التوازن ما بين النوم واليقظة، والمخ ما يبقاش عارف هو عايز ينام ولا عايز يصحى ولا ايه بالظبط. التشخيص برضو بتاعها بعد استبعاد الأسباب التانية، الأسباب اللي احنا قلنا عليها، وإن يكون الغدة فيها حاجة ولا حاجة، وإن زي ما يكونش توقف نفس ولا أي حاجة ولا توقف نفس أثناء النوم. الدكتور برضو بيعمل دراسة نوم ليلية زي ما قلنا بوليسومنوجرافي علشان يشوف جودة النوم والتنفس أثناء النوم. بنعمل حاجة اسمها اختبار القيلولات المتعددة، نشوف المريض بياخد قد إيه وقت علشان ينام. ولو دخل مرحلة الأحلام بسرعة يبقى دوت غالبا مرض النرقلة. العلاج أدوية بتنبه المخ زي مودافينيل، ديت بتعالج الكاتابليكسي اللي هو قلنا ضعف العضلات اللي بيحصل مرض ارتخاء العضلات المفاجئ اللي بيحصل لك ده. أدوية مخصوصة أو بعض من مضادات الاكتئاب يحددها دكتور المخ والأعصاب. تنظيم النوم، نام في مواعيد ثابتة، خد قيلولات قصيرة كده مجدولة على مدار اليوم، كل كام ساعة كده تاخد لك قيلولة. ابعد عن السهر والكافيين في الليل. عندنا اضطرابات تانية ممكن تسبب نعاس زي فرط النوم المجهول السبب. العيان بينام ساعات طويلة جدا ومش بيرتاح، مهما ينام برضه يبقى مش مرتاح. تململ الساقين، مرض تململ الساقين دوت العيان مش بيقدر ينام كويس من كتر حركة رجله بالليل، رجله عمالة تتململ طول الليل، فبرضه يقوم مش شبعان نوم ودايما نايمان. الاساسيات بتاعنا في تصحيح موضوع النوم: نام من 7 ل 9 ساعات يوميا، ثبت مواعيد نومك، قلل الكافيين بعد العصر، من بعد العصر لحد مواعيد النوم ما تشربش قهوة ولا حاجة، ابتعد عن التدخين والكحوليات، قلل وزنك لو في سمنة، هيئ مكان نوم هادي ومظلم كويس. بعد ما نتأكد ان مفيش اسباب مرضية، امتى نقلق ونروح لدكتور متخصص مع النوم. لو بتنام فجأة كده من غير سبب، لو الناس بتلاحظ عليك شخير جامد أو توقف نفس وانقطاع نفس أثناء النوم، لو حصل لك ضعف عضلي جسمك ارتخى أول ما تضحك كده وقعت على الأرض كده نمت كده نومة بسيطة، لو بتنام أكتر من 10 ساعات في اليوم ومع ذلك بتحس إنك عايز تنام. يعني مش كل اللي بينام كتير كسلان، ولا كل اللي تعبان بيبقى محتاج ينام. ممكن يكون عندك اضطراب نوم حقيقي، مرض من أمراض النوم الحقيقية زي النرقلة أو انقطاع النفس أثناء النوم أو توقف النفس أثناء النوم.
وساعتها العلاج بيغير حياتك 180 درجة. فما تستهونش، روح للدكتور واعرف السبب قبل ما النوم يبقى عائق في يومك، قبل ما نومك يبقى عائق في يومك. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.